مش عايز تخش يا محمود، مش عايز تخش. عشان نكمل بعض. انا كلمت النائب على بالي. بس انا كنت بتكلم على الورقي. مصرنا الحبيبة بصفة عامة، نسعد اليوم بافتتاح صرح حي من صروح نادي جرين هيلز. سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز. باشا انا المستشار الاعلامي التعليمي. اهلا وسهلا. طبعا يا فندم ما تعديش من زميلي دول. لكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم. في بداية فعالياتنا لحفل اليوم أحب أن نرحب بضيوفنا الكبار الذين أسعدونا بتشريفهم اليوم ليشاركونا فرحتنا وأثروا ليلتنا بوجودهم ليكون بداية خير لنا جميعا في مستقبل مشرق وباهر لهذا الصرح الكبير. بعد سنوات وعجب الذي قدم الغالي والنفيس من جهد ووقت وعمل ليخرج النادي في النهاية من عنق الزجاجة إلى أفق رحب وينطلق لعنان السماء في فترة وجيزة ليصبح من أهم النوادي الناشئة في المدن الجديدة. وكل هذا لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله وفضله علينا، ثم قرار الحكيم لقائد البلاد الهمام لوطننا الغالي مصر الذي لا يتوانى لحظة عن تقديم ما يكون فيه صالح الوطن والشعب، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. والذي لولاه هو قرار موافقته على نقل أصول كامل قطعة الأرض للنادي ما كنا هنا الآن، وما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إنجازات وتطور. فكل الشكر والتقدير لفخامته على دعم الرياضة المصرية بشكل عام ونادينا الجميل بشكل خاص. وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل للنادي وعلى تحمله كثرة طلباتنا بصدر رحب، ولا يتوانى عن دعمنا والموافقة على أي طلب مشروع في سبيل النهوض بالنادي والارتقاء به، فشكرا لمعاليك سيادة الوزير. وكذلك الشكر موصول لسيادة الدكتور سيد حزين وكيل أول وزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة على كل ما نلقاه من سيادته من دعم ومساندة بقوة للنادي، فشكرا لسيادتك. ولا أنسى توجيه الشكر لشخصية عظيمة لم نسعد بتشريفها اليوم، كان لها أكبر الأثر فيما وصلنا إليه من إنجازات، وهو معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السيد دكتور مهندس عاصم الجزار. وايضا للمؤسسه الشبابيه اللي بتتمثل في مراكز الشباب والرياضه. مجلس اداره طبعا نادي جرين هيلز
المهندس تامر وكل مجلس إدارة المحترم، ألف مبروك على الإنجازات اللي موجودة، وطبعا في وجود سيادة النائب دكتور محمد وزمايلي في الوزارة والمديرية وكل الحضور. يمكن أنا معاصر شوية وفرصة موجود السيد رئيس الجهاز وأعضاء الجهاز اللي بتوجه لسيادته بالشكر وعلى التعاون، لأن في الحقيقة احنا من فترة وأنا في مرحلة مساعد وزير الشباب والرياضة كان الملف ده موجود معايا، وكان في مشاكل جمة دي نقول تحتها حاجات كتير، وقدرنا خطوة 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 يعني تتحل المشاكل الأساسية. لكن يعني كل مرة في الفترات الأخيرة اللي فاتت لما بنيجي بنلاقي في حلم جديد مجلس الإدارة قدر ينجزه، والنهاردة مجموعة أحلام كتيرة موجودة بحجم الافتتاحات اللي بتدي شكل النادي في رقي ويستاهل الشكل والموضوع والمضمون للسادة الأعضاء الكرام اللي يعني في حاجة للنادي ان هو يكون موجود، في حاجة للنادي كمان يمكن مستوى العضوية وتسعيرها مناسب جدا انا اعتقد يعني اللي بيها الارتقاء بخدمات الاعضاء. ودايما لما بيكون في صرح كبير زي اللي احنا شايفينه، مجمع اولمبي وفي الحمام السباحة الاولمبي وحمام الغطس، بالإضافة إلى حمام السباحة الترفيهي عن المنطقة المائية بتوازي أي مكان يعني يمكن عضويته أكتر بكتير من المكان هنا، المبنى الاجتماعي وغيره من الخدمات اللي نتمنى إن شاء الله تكون في ازدياد يتماشى مع رغبة الأعضاء، لأن العضو هو يعني من المصريين اللي احنا بنتمنى دايما يكون في خدمة تلاقي مستهدفه، وده يعني احنا شايفينه. النادي كمان قلعة، احنا بنوسع قاعدة الممارسة كتير، لان احنا الحمد لله مصر بقى فيها ابطال رياضيين في كل الرياضات والالعاب المختلفة حتى المستوى الاولمبي. اكيد هيخرج من هنا لاعبين للمنتخبات القومية الكتيرة من الناشئين ولادنا الموجودين، بالاضافة الى الأسرة المصرية والوقت الإيجابي اللي موجود أو وجودهم في هذا الصرح الآمن يعني اللي يلاقي أنا عايز أقول نظيف، يعني اللي يلاقي احتياجاته وطبعا صيانته.